مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على راديو بلانكو اف ام. النهارده اولى سهرات الاحتفال بالدوري، الدرع اللي غايب عن القلعه البيضاء اكتر من 12 سنه. النهارده هنبتدي يعني ما اعتقدش ان في بدايه احسن من كده. معانا مدرب حراس نادي الزمالك اللي عدى عليه حراس كتير واللي عدى عليه اجهزه فنيه كتيره وعدى عليه مواسم يمكن كانت صعبه، وهنعرف كمان منه كل اسرار حراس نادي الزمالك. معانا ومعاكم الكابتن ايمن طاهر. مساء الفل يا كابتن. مساء النور يا ندى، وبمسي عليكي وعلى المستمعين كلهم، والف الف مبروك، واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف عليكم. اكيد يعني موسم كان صعب طويل، 4 اجهزه فنيه، يعني صح ما يمكن ما طولوش قوي، ما يعني كل الاجهزه ما طولتش قوي، بس تتالي او تتابع الاجهزه دي اوقات بيأثر على الحراس تحديدا، لانه الحارس يعني معروف ان هو اكتر مركز يمكن حساس في الملعب. طبعا هو موسم طويل ومتعب وشاق جدا، كلامي في 11 شهر، ودي ما حصلتش قبل كده. فترات توقف كبيرة. الظروف بقى اللي حصلت خلال الموسم، شهدائنا الله يرحمهم، متوقف لمدة حوالي 40 يوم أو أكتر. تأثيرها نفسيا علينا وعلى اللعيبة. تغيير أجهزة، ودي بتبقى تتكلمي في 4 مديرين فنيين على مدار السنة، دي حاجة قاتلة. إنما الحمد لله أنا بشكر اللعيبة، فعلا نوعية مختلفة، كان عندهم إصرار من أول يوم إن هم يحققوا بطولة لنادي الزمالك. أعتقد الحمد لله طبعا يعني وجود اسماعيل يوسف وحماده انور ووجودي كشبه في خلال تغيير الاجهزه احنا موجودين، فيعني قدرنا ولو جزء بسيط ان احنا الفرقه دي تفضل ملمومه على نظامها، على نفس هدفها. يعني الحمد لله ان احنا كان لينا ولو جزء بسيط من ان احنا نكون سبب في ان احنا نسعد جمهورنا الحمد لله. بالنسبه للحراس يعني ما التاثير مش قوي، لان الحمد لله يعني المدرب الحراس موجود معاهم في ال4 اجهزه واحد، فدي ما بيبقاش عليهم تاثير قوي. اي واحد كان بيجي، سواء يعني كان بدايه من كابتن في بدايه الموسم حسام وابراهيم، انا ما كنتش موجود. بعد كده في باشيكو، وبعدين كانت محمد صلاح، وبعدين فيريرا. كان كلامي واحد وبنقل الصورة بكل وضوح بالنسبة فيما يخص حراس المرمى. فالحمد لله يعني احنا نقلنا الصورة لكل أجنبي جه بصراحة ندى بمنتهى الأمانة والإخلاص، لأن احنا عايزين ننجح. انت عارفه الاجانب في الاول ما بيبقاش عنده ثقه قوي في المعاونين المصريين يعني، فانما لما بتقولي له المعلومات كامله وبيشوفها مره واتنين، خلاص بيحط ثقته فيكي، فبيبقى ما فيش كلام. فالامور دي بتساعد معانا كتير قوي. مستر فيريرا يمكن يعني بيبقى له دور في اختيار الحارس يعني، ولا حضرتك اللي في الاول بتقول له لا انا مثلا بفضل ان انت تبتدي المباراه دي مثلا بالشناوي، تبتدي بابو جبل، ولا يعني اختيار الحارس تحديدا؟ لا يعني بصي، المدير الفني هو مختص بكل حاجه كمدير فني للتيم كله، انما انا بحب دايما في الحته دي بالذات. انا اشتغلت مع اجانب كتير جدا في الزمالك، بيبقى انا ليا راي في الموضوع ده، يعني سواء هغير، سواء اللي هيلعب، سواء الاحتياطي او بره المعسكر، انا بفهمه انا بعمل ايه، يعني بعرض عليه الفكره. والحمد لله يعني كل الاجانب اللي جم اللي انا اشتغلت معاهم على مدار ال6 سنين اللي انا اشتغلتهم في نادي الزمالك، كان 90% منهم من الاجانب. يعني انا ما اشتغلتش في نادي الزمالك مع مديرين فنيين مصريين غير مع كابتن حسن شحاته، كابتن حلمي طولان، ميدو، انما الباقي كله اجانب. بدايه من هنري ميشيل نهايه لمستر فيرير. محمد ابو جبل يمكن انتوا فضلتوا ان انتوا تبداوا بيه اخر مباراتين، يمكن علشان تدوا له الثقه.
يعني محمد ابو جبل، هل المستوى اللي احنا شفناه يمكن ما كانش طبعا على المستوى، مفيش مقارنه مثلا، هل ده بسبب المشاركه؟ طب معانا تليفون معلش هناخده. تحفه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيكم؟ ايوه نتعرف بيك. مهندس احمد حسن. اهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل. اهلا وسهلا. كنت حابب بس يعني اشارك مع كابتن ايمن. اتفضل. تمام. كنت بس الاول طبعا اول حاجه حابب اقول له الف مبروك وعلى الدوري، ويا رب دايما في بطولات مع نادي الزمالك. وعايز اشكره جدا طبعا على يعني المستوى الثابت لاحمد الشناوي طول الموسم. بس كان عندي ليه سؤالين بس. اتفضل. اول سؤال، يعني احنا لاحظت في كابتن احمد الشناوي طبعا هو حارس كبير جدا، ويعني انا عن نفسي كنت من ايام ما هو كان بيلعب في المصري قبل ما يجي الزمالك وكان في منتخب الشباب، انا كنت معجب بيه جدا، وكنت بتمنى فعلا ان هو يعني ينضم للزمالك عشان يكون خليفه للكابتن عبد الواحد السيد. بس في اخر الدوري لاحظنا ان في الفاولات اللي بتتحسب علينا من بره المنطقه، زي مثلا الفاول بتاع المقصه والفاول بتاع ماتش الاهلي، كان احمد الشناوي كان يعني متمركز غلط في الجول. الكره كانت ممكن سهله جدا بتاعه المقصه ان هي تتصد، وبرضه بتاعه النادي الاهلي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا يعني طبعا احنا كلنا فرحانين بالدوري وكل حاجه، بس يعني هل الاحتفالات الزايده جوه في وسط اللعيبه والكلام ده كله، انا خايف ان هي تكون هتاثر مثلا على مشوار الزمالك، في احنا لسه طبعا عندنا الكونفدراليه وكاس مصر، فايه الاجراءات اللي مثلا الجهاز الفني ممكن ياخدها عشان يعني يتجنب حاجه زي دي؟ تمام. يعني انت خايف انه الاحتفالات تسرق اللعيبه شويه وتطلعهم بره تركيزهم، خصوصا ان هم عندهم ماتشات مهمه الفتره الجايه. بالظبط، يعني خاصه كمان ان كان في حاجه اعتقد ان يعني انا ما اعرفش، انا خدت بالي منها، ممكن كتير ما خدوش بالهم منها، ان احنا نحتفل مثلا في ماتش اخر ماتش اللي هو ماتش الطلائع، كان عندنا في كذا لعيبه عندها انذارين وكانوا مهددين بالإيقاف، فكان ايمن حفني خد انذار على اساس ان هو يعني يريح ماتش وادي دجله، وبعد كده يقدر يكون مشارك في الكاس من الاول. فطبعا الحماس الزايد من ايمن حفني خلاه خد كارت احمر. كوفي كان المفروض ياخد انذار برضه، بس ما خدش انذار، وبالتالي هو هيخش كاس مصر وهو عنده انذارين، فممكن يجيب عن اي ماتش، واحنا محتاجين طبعا كل لعيب في المرحله اللي جايه. فانا حابب بس اعرف يعني ايه الجهاز الفني يقدر يتعامل مع المشكله دي ازاي، لان طبعا احنا يعني نفسنا طبعا ناخد الكاس كمان، ويبقى كده حققنا الثنائيه في المحليه. تمام. اتفضل. مساء الخير يا باشمهندس. مساء الفل يا كابتن، والف مبروك. الله يبارك فيك. انا هرد على الحته الاخرانيه مبدئيا. السؤال الثاني، احنا تقريبا النهارده قفلنا خلاص، قفلنا كتدريب، يعني ما فيش، خلاص ابتدينا نشتغل من النهارده شغل جدي. يمكن احنا مخلصين التمرين لسه من شويه، انضمنا الست لعيبه الجداد، مستر فيريرا اجتمع بيهم وفهمهم نظام الشغل ايه، ونظام نظامنا جوه الفرقه ازاي، وقال لهم، يمكن انا قلتها قبل كده في احد البرامج التلفزيونيه، ركز على ان النجم هنا هو الفرقه، مفيش نجوم، ما عندناش نجوم، النجم هو فرقه نادي الزمالك اللي بتمثل نادي الزمالك. فالامور ده انتهت، مع تمريننا شغال النهارده، بكره الخميس هنتمرن، بعد كده ان شاء الله مسافرين على مباراه صعبه جدا في الكونغو. اتقفلت الاحتفالات الحمد لله، خدنا الدرع، وامبارح كانت نهايه الكلام ده كله. ده السؤال الثاني صح؟ بالنسبه للسؤال الاولاني اللي هو فيما يخص احمد الشناوي. احمد الشناوي، عايزين بدايه من اول الكلام نتفق ان حارس عنده 23 سنه. تمام. الحراس مرحله النضوج لاي حارس بتبتدي من فوق ال 27 سنه. بالظبط. تمام. كون ان الشناوي لعب بدري قوي سواء كان في منتخب الشباب او في النادي المصري، ده ما يمنعش ان لسه في حاجات بنشتغل عليها. الحراس اللي بيبقوا طالعين من جوه النادي الاهلي او من جوه نادي الزمالك بيبقوا متعلمين كويس قوي، يعني اساسيات سليمه في 100%. تمام. حضرتك فاهم قصدي في النقطه دي؟ فانت بتشتغل على الحاجات دي، بتبتدي من اول وجديد. فيعني لما يكون في حاجه بتبتدي تعدل في الشغل، بعد كده نبتدي نعدل في حاجه تانية. انا مش متفق مع حضرتك ان الجول بتاع النادي الاهلي الفاول الكره الثابته سهله جدا، لا،
ماهوش سهل. انا قلت المقصه هي اللي سهله جدا، بس بتاعت الاهلي يعني ممكن يعني المقصه ممكن انما ماهوش سهل. كره المقصه اللي محدش خد باله خالص انها غيرت اتجاهها وهي رايحه، لان هي كانت طالعه بره. لو حضرتك جبت الجول تاني وعدته من كذا زاويه هتشوف انها غيرت اتجاهها. زائد ان احنا لما بتكلم 23 سنه بقول ان بيلعب شويه على توقع، فهو عارف ان اللعيب بتاع المقصه هيحطها من فوق القايم فوق العارضه، على اساس كده هو خد خطوه ورا الحيطه فانعدمت الرؤيه بالنسبه له. الحاجات دي كلها بنشتغل عليها، بنتكلم فيها كتير وبنشتغل عليها في الملعب. كل يوم زياده او كل تمرينه زياده او كل مباراه بتتلعب بتكسبه، يعني بيكتسب خبرات. وفي لغه الكوره عندنا بتقول رجله بتتقل في الملعب. اكيد طبعا. تمام. فما تقلقش احنا شغالين، يعني ما عندناش، ما فيش مشكله. الواحد انا عارف والله يا كابتن، انا طبعا احمد الشناوي فعلا مستواه تطور جدا مع يعني سنه بقى، يعني ماتش بعد ماتش مستواه بيتطور وفعلا بالظبط، والموسم كله ممتاز فعلا يعني ما شاء الله. عنده امكانيات اكتر من كده كمان، بس دي هتيجي بكم الخبرات ولعب المباريات، لان احنا شغلتنا تخزين قرارات في دماغك. يعني انت مثلا انت النهارده حضرتك بتكلمني على الفاول، لما نقعد نشتغل عليها خلاص بتتخزن عنده في دماغه، بتيجي وقت القرار اللي هو لازم ياخده بياخدها صح. انا ممكن اعملها تطلع غلط، يعملها غلط، اوقف واقول له لا عدل تاني لغايه لما تعمل صح، اقول له خلاص هي دي، يخزنها عنده بتطلع في الوقت المناسب. تمام. انا يعني طبعا انا بحب حضرتك بجد، فعلا مستوى احمد الشناوي وحتى محمد ابو جرة في ماتشات كتير مستواهم ممتاز جدا. واحمد الشناوي فعلا كان يعني مش عايز اقول السبب الرئيسي، بس من اهم الاسباب في الفوز بطوله الدوري، اللي هو النجم. الفرقه هي النجم. طبعا انا بعتبر فعلا احمد الشناوي ومثلا وايمن حفني اهم صفقتين الزمالك عندهم السنه دي، لان هم فرقوا مع الزمالك كتير طبعا مع باسم مرسي طبعا. معلش السنه عندنا علي جبر وعندنا كوفي وعندنا طبعا جمال وطارق حامد، الصفقات كلها ممتازه. انا قصدي يعني طبعا انا حاسس كل مجموعه مشجعين الدوري النجم بيحبوا يتفرجوا عليه اكتر. يعني انا عن نفسي مثلا زملكاوي وعايز اكسب، بس يعني ببقى مستمتع لما بيتعمل علينا هجمه والشناوي بيصدها. يعني انا بحب اتفرج. المشكله اللي بتقابلنا انا ايه يا باشمهندس؟ اتفضل. ان انا الماتشات ما يجيش فيها شغل. قصدي حضرتك ما يروحش عليه كرات يعني؟ دي بقى من اكتر الماتشات اللي تضايقني وتضايق اي جول في العالم. هنفضل مريح. لان لازم غصب عنك لو انت ما عندكش حركه وما فيش شغل تركيزك بيروح منك ولو دقيقه. الله حضرتك حق طبعا. ربنا يوفقكم يا كابتن. بس ممكن سؤال اخير سريع كده؟ هو كابتن احمد الشناوي ان شاء الله يسافر معاكم القاهره ولا مش هيسافر؟ بص ما خدناش قرار يا باشمهندس، بس يعني على بكره ان شاء الله يبقى احتمال في قرار. هو يعني انا بنقل لحضرتك برضه صوره قطاع كبير من زمايلي حتى المزارعين، احنا كلنا نتمنى ان هو ما يسافرش. يعني انا اشرف حضرتك عارف هو اصلا بدأنا نفكر في الموضوع ده، فانا من وجهه نظري انا ودي اللي هعرضها على المستشفى ان هو يبقى بره. يعني لسه بس بالظبط ان هو حتى نفسه هيبقى مش مفيش بالظبط. بس الف شكر لحضرتك. متشكر حضرتك. ربنا الف شكر والف مبروك. الله يبارك فيك. متشكر. هنرجع يعني هننقل بقى من الشناوي شويه ونرجع لابو جبل. يعني دايما الحراس الاحتياطيين لما بيبقى الحارس الاول متالق بيبقى عندهم شويه اللي هو فرصه فقدان الامل في انه هيلعب. يعني ابو جبل ما لعبش غير تقريبا بعد الدوري ما اتحسم، غير بقيه الفرقه يعني. طب معلش معانا تليفون تاني. الو. عليكم السلام. تعرف بيك؟ معك حسام من السعوديه. حسام، ازيك يا حسام؟ الله يخليك. اتفضل معاك. يعني انا مش لاقي رساله ترحيب ارحب بها عبد الكابتن ايمن، الراجل صاحب المجهود الجبار جدا جدا اللي واضح قوي في احمد الشناوي وابو جبل. ربنا يخليك. انا مش هقول زي الراجل اللي قال قبل مني واخطاء وكلام من دوت. اتمنى من حضرتك بس نشتغل كده. يعني انا عارف ان انا شفت الجول مره واثنين وثلاثه بتاع المقصه ورب الكعبه قلت الدنيا كلها دي غيرت اتجاهها ما حدش مصدقني. بس يعني نتمنى شويه شغل الشناوي في الدفاع ده طلب تاني نقفل بقى كفايه. ابوس على ايديكم
كاس وكونفدراليه. نقفل بالنسبه كاس وكونفدراليه، ابوس على ايديكم يعني. انا مستعد انزل من السعوديه. ايه؟ يقفلوا على ايه؟ نقفل فرق يعني، نقفل الاحتفال بالدوري. ما الكابتن نقفل الاحتفال بالدوري كده يعني. احتفال الدوري كان نهايته امبارح، والنهارده في تركيز لمباراه ليوبار اللي جايه. انا سمعت بس انا يعني باكد كمان، يا ريت او انا مستعد اجي ابوس على ايديكم واحد واحد. يا عم احنا اللي بنبوس على ايديك والله، ما تقلقش يا حسام. النكبه اللي عدت علينا ال10 سنين اللي فاتت دوت يعني، انا ربنا اعلم انا كنت يعني الواحد كان بيعدي عليه الوقت ده ازاي، خاصه ان احنا مغتربين في السعوديه هنا. مالكش فرحه معاك الكابتن، انت مالكش فرحه يا حسام. اتفضل يا كابتن. افرح يا حسام، احنا الحمد لله قفلنا خلاص وابتدينا شغلنا المباراه الجايه، انتوا افرحوا بس، انتوا طالما انتوا فرحانين احنا خلاص راضيين كده. الحمد لله. انا شاكر لحضرتك وسلامي لكل اللعيبه والاجهزه الفنيه وكل، يعني انا مش عاوز اسمي حد يعني، مش سلام، انا سلام كل الزملكاويه اللي في جده للناس كلهم، وسلام لسياده المستشار منصور، قول له اتقل شويه، محتاجينك الفتره اللي جايه كمان. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ونشكرك يا حسام جدا. شكرا. عفوا. ان شاء الله. يعني هنرجع تاني لموضوع الحراس، يعني ابو جبل وجنش يمكن بيبقى عندهم فقدان امل شويه غير بقيه اللعيبه، يعني بتواجهوا الحاله دي ازاي؟ بص يا ندى، اي فرقه في العالم، فرقه محترمه من الفرق الكبيره، لازم بيبقى عندك ترتيب في حراس المرمى. تمام. توافقيني ولا مش موافقاني ان الشناوي رقم 1؟ اكيد. بس كده. انما الاثنين التانيين لو مش كويسين الشناوي ما بيبقاش كويس. اي حارس مرمى معرض للاصابه، السنه دي مثلا ابو جبل لعب 13 ماتش، محدش خد باله اثناء اصابه احمد الشناوي في مباراه المنتخب. فانت معرضه في اي وقت ان انت تكوني في الملعب. بالنسبه للحراس، لو انت مش جاهزه هتنزلي يبقى بشكلك وحش. تمام. وده كلامي اللي انا بقوله. انت مستني ان انت العب بس لما تلعب تكون كويس. تمام. عندنا 3 حراس على اعلى مستوى، شناوي، جنش، ابو جبل. ال3 بيتمرنوا، ويمكن ده كلامي معاهم على طول. غير المعامله النفسيه، احنا شغلتنا نفسي شويه. طبعا. ممكن النهارده ننزل تمرين نبص نلاقي مثلا جبل انا بعرفهم من وشوشهم كده متضايق، طبيعي ان هو اتضايق، والجول اللي ما يتضايقش عشان ما بيلعبش انا مش عايزه. لان انا عايز دايما يبقى عنده الطموح انه لازم عايز العب. انا عايز العب، اللي يجي ما يقوليش انا هلعب امتى، ده خلاص، ده انا بالنسبه لي ده يعني هو راضي كده، وانا ما بيرضينيش انا كده. مظبوط. انما ال3 بصراحه انا بشكرهم، عاملين يعني الموسم ده المنافسه كانت شديده جدا. لما الشناوي اتعور الجبل لعب، ويمكن الفتره اللي فاتت كان جنش هيلعب لولا ان هو بقاله حوالي شهر حاطط ايده في جبس، لان هو كان عنده شرخ، انما بدا ينزل التمرين بقاله حوالي اسبوع، وكان بيتمرن وهو بجبس. فيعني روحه عشان حس ان الفتره دي هي فتره ان احنا ان شاء الله نحسم اللقب، فكانت روحه كويسه قوي معانا. ال3 على مستوى عالي جدا. ودايما كلمتي اللي انا بقول اي حد يلعب انا ما عنديش مشكله بالنسبه له. ابو جبل من شهرين اداره نادي الزمالك وقعت عليه عقوبه بسبب التصريح الشهير اللي قاله، يعني بعد العقوبه التعامل بقى الكابتن يعني ما فيش عقوبه، لان هو نفى ان هو قال تصريح، يعني المواقع كان مجرد اجتهادات يعني. والله المواقع دي تودينا كلنا في ده اخبار. اي حد ممكن يتكلم في خبر، يتكلم في اي حاجه، يعمل مشكله للعيب. اتعملت العقوبه، وبعد كده جه وقال انا ما قلتش وما اتكلمتش، واحنا جبناه نتكلم وكلام من ده. انما يعني وطلبنا ساعتها ان هو يمكن طلع قال انا موجود في نادي الزمالك لغايه نهايه عقده، وانا بحترم نادي الزمالك ومبسوط ان انا موجود في نادي كبير زي ده، وان انا خدت بطوله والكلام ده كله. ابو جبل من الصعايده الرجاله قوي، بس هو يعني تحسي ان هو جبل انما هو ولد محترم جدا، ويمكن اتقالت بكلمه بطريقه معينه كلام من ده، انما الامور نفى الكلام. طيب يعني عايزين يعني اجابه بقى بدون دبلوماسيه في السؤال اللي جاي. في فرق واضح، وحضرتك اتعاملت مع عبد الواحد السيد واحمد الشناوي،
الفرق الكبير قوي ده، سواء في اتخاذ القرار، سواء في التمركز، في كل حاجه، الفرق ده جاي منين؟ هل من المدرب ولا من طبيعه اللاعب ولا من طبيعه الدوري نفسه؟ لا مش من طبيعه، لا 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 لا, لا. انت بتتكلمي النهارده بتقارني حارس مرمى عنده 22 سنه بعب واحد عنده 6 أو 37 سنه، صح؟ مفيش شك ان الاصابه بتاعت ركبه عبد الواحد اثرت، وخصوصا ان هي صليبي في ركبه واحده. انما مفيش شك ان عبد الواحد حارس عظيم، كتب تاريخ في نادي الزمالك، حصل يمكن من اكبر اللعيبه اللي واخدين بطولات في نادي الزمالك بعد خالد عمر، بعد بندق بعد خالد. الفرق اللي انا بقول لك عليه اللي هو يعني لازم كل جول بيجيله في الاخر خلاص، يعني ما المجهود البدني بتاعه بيقل، فانت ما تقدريش تقارني ده بده. يعني كان القرار بانه يكمل في مصر المقاصة ده كان قرار خطأ بالنسبه لي انا؟ غلط طبعا. يعني طبعا اتقال كتير انه الكابتن احمد حسام ميدو كان قاعد مع الكابتن عبد الواحد بعد بطوله الكاس، ويعني كان بيحاول يقنعه بالاعتزال، ان انت تعتزل كابتن نادي الزمالك ببطوله. وده كان قعدتي معاه، وهو يعني لا هو قال ان انا هروح، انا مش هقدر ابعد عن الملعب. هو في الاول اقتنع، وبعد كده قال لي انا مش هقدر اقعد على ابعد عن الملعب، يعني عايز العب كمان شويه. تمام. في تليفون؟ طيب معانا تليفون هناخده. الو. ايوه، تعرف بيك؟ الو، مساء الخير. مساء النور، نتعرف بيك. انا اسامه. اسامه عامل ايه؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. زميلنا اسامه عيد هنا في بلانكو اف ام. معاك كابتن ايمن يا اسامه. برحب بيكم طبعا الاول، ويعني برحب كابتن ايمن طاهر منورنا، ووريته طبعا على الدوري. ربنا يخليك يا اسامه. الف مبروك كابتن ايمن. يعني انا طبعا اتصلت بيك كابتن ايمن طبعا اول حاجه عشان ابارك على الدوري، لان احد الرجال المهمين في نادي الزمالك هو كابتن ايمن طاهر باخلاص على مدار سنين، وفي اي مكان بيكون موجود، وفي اي وقت مع اي حارس، سواء كان مستوى خط المرمى عالي او قل، فهو كابتن ايمن طاهر بيكون له دور كبير في ان هو يطور حراسه المرمى. لكن انا كابتن ايمن والله يعني كنت حابب اسال بس سؤال، او يعني سؤال فعلا انا كان بيتقال لي بشكل كبير جدا لما بكون على بلانكو اف ام، ان هل الشناوي يعني مستواه العالمي ده اللي احنا شفناه، وشفنا الشناوي الموهوب مش حارس تدريبات، اخطائه اللي بتحصل في تمركز في الكور الثابته يا كابتن ايمن، عاوز بس حضرتك تبررها لنا احنا كجمهور لنادي الزمالك، الاخطاء دي علاجها ايه؟ هل ده مثلا بيكون نتيجه ايه؟ من وجهه حضرتك طبعا وخبره حضرتك الكبيره، ان لما يكون حارس بموهبه الشناوي وبقدره الشناوي وثقته في نفسه في الكور الثابته مثلا اللي احنا شفناها زي ضربه حره مثلا بتاعت احمد الشيخ، احد الاخطاء اللي بيطلع من منطقه الجزاء عشان يمسك في الكور الركنيه، يمسك الكوره احيانا بيكون في اخطاء من الكور الركنيه. لا يا اسامه، لا يعني احيانا بنشوف ان الشناوي بيخرج ويبقى يتردد بيرجع تاني بمرمى، ده ما بيتكررش كتير. لا الكور اللي هي الضربات الثابته اللي هي امام منطقه الجزاء هم الكورتين دول. بس انا عايز اقول لك حاجه يا اسامه، لما يبقى في كورتين انت بتعلق عليهم على مدار موسم، واخد بالك، يبقى دي نسبه اخطاء. بص يا اسامه، احنا انت عارف احنا بنقيم حراس المرمى على ايه؟ انا كراجل بقيم حارس مرمى بقيمه على نسبه اخطائه، مهما يعني لما النسبه بتقل ياخد درجه عاليه. يبقى احنا المركز اللي احنا بنتكلم فيه خاص بالاخطاء، كل ما الجول نسبه اخطائه قلت كل ما تديله درجه تقدير عاليه، كل ما اخطاء بتزيد تديله درجه اقل. المشكله اللي يقلقك بقى ايه؟ ان انت تكرار الخطا على مدار موسم مثلا، فاهم قصدي؟ يعني هل تكرار الخطا في جول مؤمن زكريا وجول احمد الشيخ، يعني هل حضرتك برضو شايف جول مؤمن زكريا الشناوي يتحمل فيه نسبه كام في الميه، وجول احمد الشيخ يتحمل فيه نسبه كام في الميه، وهل ده خطا متكرر ولا هو ما بتعتبرش خطا مؤمن زكريا؟ لا بص انا كنت لسه حتى بتكلم في الموضوع ده دلوقتي مع حسام او المهندس احمد او كان موجود معايا. كرة بتاع المقصه، الكرة بتاعت المقصه غيرت اتجاهها،
زائد ان هو اخطأ في ان هو لعب على التوقع، هو اتحرك ورا الحائط البشري يرضى، عشان كده اختفت الكرة بالنسبة له. هو حتى قال للحيطه يعني شاور له كده اللي هي من فوق. اللي هي من فوق فلعب على توقع انها هتروح فوق الايه الحيطه، فلما اتحرك ورا الحيطه اختفت الكوره، عشان كده ما شافهاش وبرضه غيرت اتجاه. كرة ماتش النادي الاهلي انا شايف من وجهة نظري ان هي صعبة، انما بامكانيات الشناوي اديله جزء منها في التمركز اللي انت بتقول عليه، فاهم؟ انما نرجع نقول برضو ايه ان هي حاجتين على مدار موسم. فبالتالي هو مش المقياس. تمام. قيم لي الموسم كله، فاهم قصدي ايه؟ قيمني ماتشات افريقيا كان عامل ازاي. ما ينفعش ان انا مثلا يبقى عامل لي موسم كويس واجي اقيمه. على فكره احنا في بدايه الموسم هنبتدي بقى ايه، كل الحاجات دي محطوطه على سيديهايه، هنقعد بنتكلم فيها كلها على مدار الموسم كله. انت دي اتحركت فيها، دي كنت واقف غلط، دي كذا. وخد بالك برضه ارجع اقول لك يا اسامه ان هو انت بتتعامل مع جول عنده 23 سنه لسه، عنده قد كده 100 مره، وانا مش موافقك على ان هو يعني اي حارس موهوب مش محتاج لتدريب، لا هو طبعا ما كده، طبعا هو موهبه. بالنسبه لحراس المرمى الموهبه وبعد كده التدريب. في حارس ممكن يبقى ما عندوش الموهبه انما بالتدريب يدي لك كويس. في حارس ممكن يبقى عنده الموهبه، مجرد ما بتقول له حاجه وبتبقى موهبه وذكاء. الذكاء برضو بيبقى عليه عامل ان هو يستوعب دي بسرعه ويبتدي ينفذ فيها على طول. بالنسبه لكابتن ايمن يعني سؤال معلش تاني، يعني في سؤال تاني يعني مهم جدا بالنسبه برضه لنا كمشجعين نادي الزمالك. لو لا قدر الله الشناوي راح واحنا طبعا ما نتمناش حاجه زي دي، كلنا قلقانين يعني، بالرغم ان جنش مستواه كويس وابو جبل مستواه كويس، لكن كلمه كويس في نادي الزمالك مش هتنفع. يعني احنا كجمهور شايفين ان احنا عاوزين حارس متميز، فهل الشناوي لو احترف او خلاص يعني الفرصه هتجيله ان هو يحترف حاجه مستقبله وعاوز يعمل حاجه زي دي لان هو لسه صغير زي ما حضرتك قلت، الزمالك هيكون في ورطه في حاله زي دي، ولا يحتاج ان هو يتعاقد مع حارس ثاني في نفس قوه الشناوي؟ بص انا اتكلمت مع الشناوي وقلت له وجهه نظري بالنسبه لموضوع الاحتراف، وقلت له انت كل سنه بتلعبها هنا، انت بتلعب في السنه هنا حوالي 50 مباراه ما بين دوري وكاس وافريقيا. كل مباراه زياده بتلعبها بتدي لك كم خبرات اكتر. لو انت النهارده رايح بتتكلم ان انت مثلا نفسك تحترف في الدوري الانجليزي، رايح مع اي نادي لسه طالع للدوري الممتاز او كلام من ده، انت كمان سنه هنروح نتكلم على الست مراكز الاولانيين مثلا. دي وجهه نظر يعني. لكن هل الزمالك انما انا يعني ان شاء الله ما عندناش مشكله، ولو حلم اي واحد ان هو يحترف، انما اعتقد ان هو مش تبقى يعني السنه دي، لا يعني بعد كده. نمرة 2 لا عندنا ان شاء الله باذن الله اللي يسد ونجيب يعني مش مشكله ونعمل، مفيش مشاكل. يعني بشكر جدا، يعني سعيد جدا بالمداخله معاك والله يا كابتن ايمن، يعني حضرتك من الشخصيات المحترمه اللي احنا بنحبها جدا، وانا دلوقتي حتى صوتي في نبره فرح انا بكلم حضرتك، ان انا فعلا من الناس اللي انا بحبهم، الناس المخلصه اللي هو زي الجمهور، زي الناس اللي بتحب الزمالك بجد، بس فعلا بيمثل الزمالك بشكل عملي في الملعب. اخر حاجه قبل ما اقفل بقى وحضرتك ترد عليها بعد ما اقفل، مين حارس مصر الاول؟ وشكرا بقى. انت بتسال سؤال بديهي يا اسامه. ما انا الاجابه انا بقولها رقم 1 بس. خلاص ماشي بس كده. بنشكرك يا اسامه جدا. شكرا جدا. شكرا. هنسال اخر سؤال قبل ما نطلع فاصل. حضرتك كنت مستمر مع اجهزه فنيه كتير جدا، مين اكتر جهاز فني من بدايتك مع التدريب افاد نادي الزمالك او اثر فعلا في طريقه لعب نادي الزمالك؟ بص يعني ده سؤال صعب جدا، يعني سؤال صعب جدا. انما بالنسبه للاجانب، تمام، بالنسبه للاجانب اعتقد ان مستر كرول ادى معانا بشكل كويس قوي، ويمكن انا كان اول سنه اشتغل في نادي الزمالك سنه 2008 وخدت فيها الكاس.
منظم جدا، كل حاجه بحساب، في سيستم في اللعب. ما اقدرش اقول مستر فييرا، مش فييرا. كان معانا، انا شايف ان دور اسامه نبيه كان ليه دور جامد في الفتره دي. برضو يمكن مستر فييرا كان يكلمك ان النجم هو الفرقه، ما فيش نجوم، ما عندوش نجوم. اللي هي مستر فييرا دي دلوقتي حطها زرعها في وسط الفرقه دي من ساعه لما ابتدينا. الباقيين يمكن اوضاع النادي وظروف النادي ما تقدريش تحكمي عليهم قوي، لانه الاوضاع الاداريه يعني. تمام. طيب احنا هنطلع فاصل ونرجع، مستنيين بقى كومنتاتكم على بلانكو اف ام على البيج بتاعتنا على الفيسبوك وعلى رقم تليفوننا 010 936 3878. فاصل ونرجع على طول. رجعنا لكم من الفاصل ومعانا الكابتن ايمن طاهر. مستنيين تليفوناتكم على 010 936 3878 وتعليقاتكم على الفيسبوك بلانكو اف ام. ويعني اللي عايز يتكلم معلش بس هيسال على طول ويقفل عشان نقدر ناخد يعني تليفونات ثانيه ونقدر نكمل حوارنا. كابتن ايمن، في طبعا كلام كتير الفتره دي على موضوع الصفقات وانه جاي 10 وجاي 12 وحاجات كده. مين اللي اكيد بقى اللي وقع بعيدا عن المفاوضات والقعدات والكلام ده؟ اللي اكيد ان هم اللي نزلوا معانا النهارده التمرين، 6 لعيبه، احمد حسن مكي ومحمد عادل جمعه، محمد سالم، شريف علاء، ومحمد ابراهيم وكهربا. دول اللي نزلوا معانا التمرين النهارده. طب بالنسبه لموقف شيكابالا، بصي احنا كجهاز احنا بعدين نفسنا عن الموضوع ده خالص. يمكن اسماعيل هو اللي يعني قريب حاله الوصل مع مجلس الاداره والمستشار مرتضى، واعتقد ان هو مستشار مرتضى عنده رغبه ان شيكابالا يرجع. اعتقد ان القصص موضوع فلوس بقى، يعني هي دلوقتي تفاوض في مرحله التفاوض بس، انما يعني وصلت لغايه فين الكلام ده كله احنا كجهاز عارفه واخدين اللعيبه وبعيد عن القصه بس كده مالناش ده. احنا اللي بيخش اوضه اللبس خلاص يبقى ده خلص. يعني كل ما حد يقابلني يقول لي اللي هو ختم فوق بينزل فلان مضى، فلان مش عارف ايه، انتوا جبتوا فلان. اقول له ما جبناش حد لغايه لما اشوفه في اوضه اللبس، زي ما كان بيباركوا لي على دوري كل اصحابي جيران. قلت لهم انا ما خدتش الدوري لسه، لما احضن الدرع في حضني كده يبقى انا كده خدت الدوري. ويمكن امبارح انا مهما اقول لك يا ندى، انا سعادتي امبارح يمكن احنا الدوري خلصان من قبل الماتش اللي قبليه، انما امبارح لما شفته خلاص انا كده خدت الدوري. في صوره على الدرع كده مش عارفه نزلت كتير على مواقع، صوره الشلوت بتاع حازم امام. لا ما انا ما ليش في الانترنت قوي فما يعني لا نازل صوره الدرع، ويعني انه الشلوت بتاع حازم امام ده من ضمن الصور اللي محطوطه حوالين الدرع وكده لا ما شفتهاش دي. اشوفها دي. طيب هل السته دولت هيتم تأييدهم في القائمه الافريقيه؟ احنا لغايه دلوقتي احنا عندنا 6 اماكن. النهارده كنا بنتكلم مع مستر فييرا اللي انا بقول لك عليه. اللي مضمون دلوقتي ان انت ال6 موجودين عندك، ففي عندك 6 اماكن. وفي نفس الوقت انت الوقت ضيق جدا بالنسبه لك، انت بكره ينتهي. يعني انت بكره ينتهي 12 الظهر تقريبا، 5 بعد الظهر. كان لسه حتى حماده انور بيقول 5 بعد الظهر انتهى القيد الافريقي. القيد. يمكن النهارده بالليل يحصل جديد في حاجه، انما يعني مثلا في كلام ان احنا خلصنا ابراهيم عبد الخالق. ابراهيم عبد الخالق بره القائمه الافريقيه بالنسبه لنا. لان هو لعب كلام على ابراهيم وحمودي وشيكا، هم دول الثلاثي. بالنسبه لابراهيم بره القائمه لان هو لعب ما ينفعش يلعب حتى. لعب مع سموحه. احنا مستنيين، انما لغايه دلوقتي ال6 اللي جم معانا النهارده نزلوا التمرين النهارده. اعتقد بنسبه كتيره لو ما فيش حد تمت اضافته على اللعيبه دي احنا في احتياج ليه. تمام. يبقى ال6 دول اللي موجودين. طيب مين اللاعب انا اسفه في مباراه الاهلي؟ يمكن كانت مباراه غريبه حتى غير مباراه الاهلي بتاع الدور الاولاني، والناس كلها يعني انا ما اعرفش سبب حاله الهمدان زي ما بيقولوا اللي كانت في الملعب.
اللعيبه يعني حتى من ضمن النكت اللي طلعت انه اتوبيس بعد الماتش ما خلص قالوا اتوبيس الزمالك دلوقتي وصل الجونه. يعني كان في حاله غريبه كده. ده انا مش عارف افسرها لغايه دلوقتي، ويمكن انا قعدت بعديها حوالي 3 ايام مش عارف انام. لان انت بتراجع الشريط كله، واتفرجنا على الماتش مره واثنين انا عن نفسي، ومش لاقي تفسير للحاله اللي كانت موجوده. يعني عارفه لما تقعدي تفكري فيها، انا طيب ثقه زايده ان احنا خلاص الماتش ده بالنسبه لنا هنحسم، قلق او خوف. طب ما انت كل حاجه بتقوليها وبتردي عليها، يعني ثقه من ايه؟ ده احنا عايزين نكسب الاهلي. فجت منين الثقه؟ دوري لسه ما اتحسمش، طيب رايحين واحنا حاسمين الدوري؟ لا مفيش حاجه اسمها حاسمين الدوري، ان انت بدليل ان انت في اخر ماتش بتاخديه وانت يعني خوف. اعتقد ان الجيل ده متغير كله بالظبط، وده كان حتى باين في الدور الاولاني. كانت غير طبيعيه في ما انا بقول طيب يمكن هم عشان كانوا في الفرق جايه من بره الاهلي والزمالك. بصي حسبنا كل حاجه. لا بس الزمالك كان بيلاعب النصر والاهلي كان مريح. يعني الاهلي والزمالك كانوا بيلعبوا قبلها. قلنا برضو هل اجهاد واحنا جايين من جنوب افريقيا وماتش ومشكله الملعب في الجونه، لا في السويس، لا في الكلام ده كله. هل كل العوامل دي ممكن تكون اثرت؟ انا وجهه نظري لا، مش هي دي. ما يعني انا ما تسالنيش ان انا قعدت 3 ايام مش عارف انام. طب ده حصل ايه؟ لا عارفه انت وانت قاعده على الدكه ممكن يكون عندك 3 4 لعيبه مش فيهم، بس مش الفرقه كلها بس كده. فتبقى هتعملي ايه؟ طب هتغيري كام واحد؟ ما انت عندك 3 برضه. فيوم غريب عدى، واعتقد ان احنا مكسب دوري ما اثرش علينا كفرقه كنفسيه فرقه، ان احنا يعني بسبب الماتش ده قصدي يعني. يمكن اول مره نشوف فرحه الاهلاويه كبيره قوي بفوزهم مع الزمالك، على الرغم يعني زي ما بيقولوا مش جديده. احنا بقى لنا 10 سنين الزمالك بيتغلب في مباريات الاهلي، لكن عمر ما كان الجمهور الاهلاوي بيحتفل وكانه هو فعلا حسم بطوله، يعني اخذ بطوله. يعني دايما انت لما بتفوزي على البطل بيبقى كده دايما. يعني لا هو يعني يمكن قناعه انه خلاص انت كجمهور مقتنع ان لا الزمالك فريق قوي، حتى لو انت بتقول عكس كده. لا ما هو انا بقول لك انت لما تكسبي اول الدوري ومتصدر الدوري من اول اسبوع لاخره الحمد لله بفضل الله يعني. كان امتى او حد اوقات بيحزننا يعني. بتبقى فرحه يعني، فرحه كبيره طبعا. كانت فرحه مبالغ فيها يعني. الاهلاويه اعتقد فضلوا يحتفلوا بيها لحد مباراه سموحه. يعني لحد المباراه اللي هم خلاص يعني وقعوا فيها. يمكن خلاص هم حسوا ان حتى تصريحات بعض المسؤولين اصل احنا هنخسر مش عارفه 6 نقط وفي حاله مش عارفه ايه. يعني واضح ان امل كانت بتضحك عليهم كتير الفتره اللي فاتت. لا يعني بصي اي واحد من حقه يحلم، انما احنا كنا يعني واخدين الموضوع بشكل جدي جدا، ويمكن كان كلامنا كله كجهاز، واحنا كنا الاقرب بنسبه 90% واحنا عارفين كده. انما انا زي ما كنت بقول لك، انا يعني كنت بقول لاصحابي، كنت بقول لاي حد بقابله جمهور الزمالك مبروك الدوري، اقول لهم انا مش هاخد الدوري لما احضنه، امسك الدرع كده بالظبط. فيمكن احنا اللي يركز في ماتش يركز، اللي بيدور على امل يدور اي حاجه. انا كان في دماغي هدفي، وانا كده يمكن كان بيني قاعده بين اللعيبه قلت لهم ان شاء الله باذن الله انا عايز دوري السنه دي، ما يهمنيش اي حاجه في الدنيا غير ان انا اوصل للدوري السنه دي. انا عايز دوري. الجمهور طمع يعني، حتى كمان الجمهور طمعان كاس ثم كونفدراليه ثم سوبر مصري ثم سوبر افريقي. وليه لا؟ وليه لا؟ ليه لا؟ حاله التماسك يعني هل هتفضل موجوده بعد رحيل بعض اللعيبه واحلال غيرهم؟ انت لما بتخشي على حاجه، على مكان موجود فيه القوام الرئيسي بالروح باللمه بتاعت اللعيبه الموسم اللي فات، عارفه في الكوره يعني انا لو دخلتي وما مشيتيش في نفس الموجه او نفس النظام هتلاقي نفسك بره. واحنا بنعرف وبنسمع وبنشوف وكل حاجه خلاص هو ده السيستم. ويمكن انا كنت بقول النهارده ان مسافريرا اجتمع مع اللعيبه الجديده قدام اللعيبه القديمه
وقال لهم النجم هنا هو الفرقه، هو الزمالك اللي موجود وهيمشي على نفس نظامنا اهلا وسهلا طبعا، اللي مش موجود احنا عندنا رجالتنا اللي جابت الدوري. في حاله ألفة بين الجهاز الفني او بين مستر فيريرا وبين مرتضى منصور؟ يعني حاله الألفة، يعني انا من بعيد يمكن شخصيه يعني مستر فيريرا يمكن شخصيه قويه قائده في الملعب. هو بصي، كل واحد حريص على شغله وحريص على النجاح. هو من وجهة نظره شايف ان هو مش عايز دوشه حوالين الفرقه، ودايما انا كنت بقول احنا نفصل الفرقه عن اي مشاكل بتحصل، احنا مالناش دعوه بحاجه، احنا تركيزنا كله في ان احنا نركز في شغلنا. مستشار مرتضى اعتقد ان هو السنه دي عمل مجهود جبار على مستوى الفرقه. كمان وفر كل الامكانيات اللي موجوده. يعني انا افتكر دايما كنا اسماعيل يكون في اي حاجه عايزينها للفرقه كلاعيبه كمشاكل كان بيطلع اسماعيل يقول له اي حاجه هتعوزوها احنا جاهزين، ما عندناش مشكله. فالمنظومه بتبتدي من الاداره. تمام. اذا كانت الاداره ماشيه صح وموفره لك كل حاجه، انت كجهاز ظابطه الفرقه جوه وقافله على نفسك ومحدش يعرف عنك حاجه، محدش يعرف اي يعني لو معلومه صغيره كده، احنا ساعات كنا بنطلع معلومات غلط عشان نوهم الناس بحاجات ثانيه. دي حاله الاجتهادات الصحفيه بقى اللي هو انتوا عيشوا مع نفسكم بس كده، ان احنا عايزينها نمشيها في السكه دي. ويبقى الكلام عالي تماما عن الصحه واحنا عارفين. بس طب هل مجموعه اللعيبه دي يعني ان شاء الله نتمناها طبعا انه في الموسم اللي جاي يبقى فيه حضور جمهور؟ يعني احنا طبعا شفنا شكل الاحتفال في نادي الزمالك، عدد كبير جدا جدا من الناس، حاجه مش طبيعيه، حاجه مش طبيعيه. يمكن غياب الجمهور عن الملعب يمكن كمان كان ليه اثر. يعني لو الجمهور ده كان موجود في مباراه الطلائع اللي هي قبلها، اللي هي خلاص تقريبا كانت محسومه قبلها بيوم، احتفال الجمهور كان يبقى مختلف. يعني الضغط في النادي شويه كان هيبقى اقل، يعني تقريبا 80-90% من اللي كانوا في النادي من خارج القاهره. لا انا مش طالع الجيش، لا انت كان انا بتساليني عن كان نفسك في ايه؟ كان نفسي يبقى الماتش امبارح. لا يعني اقصد مباراه طلائع الجيش كان خلاص اوريدي الدوري اتحسم. ما انا قلت لك ما اتحسمش، انا لما اشوف الدرع كده في ايدي يبقى انا كده خدت الدوري. انا كان نفسي يبقى الجمهور امبارح مالي المدرجات والمنصه دي موجوده وبيطلع لعيبه الزمالك والجهاز الفني وبيستلموا الدرع ويبقى جمهورنا حوالينا، احنا في الملعب وهم في المدرجات، نبقى الفرحه كان ممكن نقعد لغايه الفجر يعني. مظبوط. انما يعني انا بتمنى طبعا ان الجمهور يكون موجود. انا ببقى نازل تسخين في اي مباراه ندى، ما فيش اللذه بتاعت انا يوم 2008 واحنا نازلين نهائي الكاس، اما خدنا الكاس من انبي، اما نزلت لقيت الاستاد مليان على اخره، انا عناية دمعت وخفت. لو خسرنا، ما انت معرضه ان انت تخسري، الناس دي كلها هتروح زعلانه ليه؟ عارفه انت دي دافع. طبعا زي مباراة وادي دجلة نهائي الكاس برضو بين الزمالك ووادي دجلة اللي كانت في الجونة. يعني الناس لما تسافر لحد الجونة علشان تحضر الكاس، الحمد لله كنت موجود فيها برضو. كانت في 2013 وخدنا بعد كده سموحة 2014 مع ميدو السنة اللي فاتت. الحمد لله. انا الفترات اشتغلت فيها ما بطلعش ايدي نظيفه، لازم اطلع بحاجه. بس كان حلمي ان انا اكون في الدوري بصراحه. يعني ان شاء الله تبقى بالدوري وكونفدراليه، ما تبقاش يعني ان شاء الله احنا متصدرين كونفدراليه، لا يعني الزمالك الحمد لله ماشي بارقام قياسيه، يعني بعيدا عن الكلين شيت. حتى يعني احمد شناوي كلين شيت، اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، حتى في الكونفدراليه. احنا ما بنفكرش في الكلام ده خالص. انا بفكر ان انا باخد كل ماتش بماتشه، ان انا عايز اكسب الماتش ده 3 بونت، يبقى انا عايز اخد 3 بونت. الماتش ده ان انا هصعد لدور تاني بعديها في الكونفدراليه مثلا، يبقى انا عايز اخد الماتش ده عشان اصعد. ده يمكن كان كلامنا في المغرب، فتح الرباط، احنا رايحين متعادلين 0-0 هنا وكسبنا هناك 3-2. ده كان حياه او موت بالنسبه لنا، وجونين في وقت يمكن في 3-4 دقائق. ما انا بقول لك انما احنا ما بنفكرش نهائي لا في ارقام قياسيه، احنا سايبين الحاجات دي للناس، انما احنا
بنفكر بس ان انا المكسب بس. طب احنا معانا تليفون. الو. ايوه اتفضل، نتعرف بيك. الو. ايوه نتعرف بيك. ازيك يا ندى؟ ازيك يا محمود؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. معاك كابتن ايمن. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا محمود؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام، الف مبروك. الله يبارك فيك، مبروك عليك يا حبيبي. ان شاء الله ولا لك في النادي قريب بقى السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله يا محمود. الكونفدراليه بقى يا كابتن. ما انا بقى لسه بتكلم اهو، بقول يا محمود احنا ان شاء الله اي حاجه هنخش فيها بننافس عليها ان شاء الله. مش عشان المنافسين ده اهو. لا عشان احنا جامدين. لا الحمد لله عندنا فرقه كويسه، والاضافات اللي جات لنا الحمد لله كويسه جدا يعني. الحمد لله، الف مبروك يا ندى. ربنا يخليك، الله يبارك فيك يا محمود، مبروك عليكم. ان شاء الله. مش عارف. اشكرك، شكرا. باي باي. ظاهرة الالتراس يعني الفترة اللي فاتت شد وجذب وخناق ومشاكل وضرب نار حضرتك شايف انه ممكن المشاكل بين الالتراس او يعني بين شباب مشجعي الزمالك وسيادة المستشار سهل ان هي تتحل، ولا الامور هتبقى صعبة؟ اعتقد ان هو اتنازل عن بعض الحاجات، يمكن لسه لغايه امبارح على حسب ما سمعت كده. بص انا مفيش شك، واللي يقول غير كده يبقى غلطان 1,000,000%. ان هم عملوا لنا حاله غير طبيعيه في الملعب وفي المدرجات، وحبهم لفرقه الزمالك ما حدش يقدر يزايد عليه. انما لما توصل ان انا اكون سبب في تخريب الناديه، لا، يبقى نحط خط. اما توصل ان انا اكون سبب ان انا مش عارف اقول المعنى بالظبط، ان انا اكون ورقة ضغط سلبية على فرقتي، لا. لتخريب لا، لتشجيع على راسي من فوق. ويمكن هي دي الصدام اللي حصل ما بين الالتراس واستاذ مرتضى. انا اللي عايز اقوله بس ليهم، انتوا انا اعرف ان في ناس كتيره منهم ولاد ناس محترمين جدا وبيصرفوا على الشغل اللي بنشوفه، البنرات اللي معموله والحاجات دي. انا نزلت مره، انا قلت مش ممكن، انا يوم الاحتفال بالمئويه انا كنت قاعد فخور ان انا زملكاوي. وحتى عملوا صوره لاحمد حسام ميدو السنه اللي فاتت. لا، في كل حاجه بتتعمل بصراحه، في كل حاجه بتتعمل. انا بقول لك يوم ماتش كلمه الزمالك والشعار حاجه مش موجوده على مستوى العالم. حتى لعيبه اتلتيكو مدريد في وقتها وقفوا يصوروا الجهاز الفني. انا كنت موجود. يجعلك انت فخوره ان انا زملكاوي، انا الجمهور بتاعي بيعمل كده. هتقولي اي جمهور في العالم بيعمل المنظر، وانت خسران بتلاقيه في المباراه اللي بعدها اكتر من بس كده. انما لما نوصل ان احنا نخرب او نبوظ في نادينا، لا. اعتقد ان الفتره الجايه استاذ مرتضى انا اتعاملت معاه، يعني تعاملاتي يعني مش قريبه قوي منه، انما انا اللي شفته منه ان هو سيبك، انا ما بتكلمش عليه من ناحيه كرئيس نادي الزمالك، انا بتكلم عليه كشخصيه. يعني انا شايف ان هو طيب جدا، ويمكن اللي يبان ان اللي بيزعق ده وبينزل على طول كده هو من جواه طيب جدا، وهو امنيه حياته. بصي، عندك شك ان مرتضى منصور جاي نادي الزمالك عشان يفشل؟ اكيد لا، محدش بيروح مكان عشان يفشل. بس كده، انا عايزه انجح وانجح المكان اللي انا فيه. ممكن اسلوبه هجومي في بعض الاوقات، انما ساعات انا بحس ان هو جاب حق النادي الزمالك. فتعالوا نتلم كلنا كده عشان النادي ده ومصلحته وفرقته. مفيش شك انه لا غنى عن جمهور الزمالك. طب اخر حاجه بقى، اسر شهداء الزمالك
يعني طبعا اتقال بعض الاخبار، يعني اتقالت انه مجلس اداره نادي الزمالك هيدعو الاسر ديت للاحتفال وان هم يتسلموا درع الدوري. هل بالفعل دي حاجه حصلت؟ اعتقد ان الاستاذ مرتضى والمجلس الاداره بيجهزوا لاحتفال بالدوري تاني. ده داخل نادي الزمالك ولا في؟ بصي هو يعني مش عايز يقول تفاصيل، انما احتفال منظم اكتر من بس كده. يعني. احتفال وبشكل محترم يليق بجمهور نادي الزمالك وبلاعيبته والانجاز اللي هم عاملينه بعد فتره، واعتقد بالجهاز الفني يعني. واعتقد ان من ضمن الحاجات البرنامج ان اسر الشهداء وفي ناس تانية هيتكرموا وهيتعمل، يعني اعتقد ان هم بيجهزوا حاجه هتبقى بشكل تليق باسم نادي الزمالك. تمام. يعني طبعا لانه في الفتره اللي فاتت يمكن ناس كتير قوي زايدت بموضوع الشهداء، يعني من وجهه نظري انا شخصيا حتى انه ده بالعكس، اللعيبه عشان كملت، انا كنت شايفه اللعيبه لازم تكمل الموسم، لازم تاخد الدوري، لانه هو ده اكبر رد اعتبار للناس الشباب اللي راحت حياتهم، عشان هم بس كان كل املهم ان هم يشوفوا فرقتهم، يعني فرقه في الاخر هي بتاخد بطوله بعد وده الكلام اللي احنا كنا بنقوله. يعني انا متفق معاك تماما، ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله للعيبه، ويمكن لو هم يعني شايفيننا او حاسين بينا فهم دول يعني ده اقل حاجه نقدر نقدمهم، وربنا يرحمهم يا رب ويصبر اهلهم. وبقول لكم دايما انتوا في دماغنا على طول، احنا مش ناسينكم. طب هنقرا بقى اخر حاجه الكومنتات اللي جات لنا على البيج. في احمد حسن بيقول الشناوي احسن حارس في مصر واهم احد اسباب الفوز بالدوري، مستنيين منه الاحسن، وكمان عشان كده لما بنتكلم على فاول المقصه فده عشان عايزينه احسن من كده. انا ما فيش شك، انا بتفق معاك جدا يا احمد، ودايما دي كلمتي، وانا بقول انا حتى لو الجول مش من الجول انا بحاول اقول له لا منك، عشان انا دايما عايز الافضل وعايز الاحسن وعايز الجول بتاعي يبقى احسن جول موجود في العالم مش في مصر بس. في رائد عياد بيقول انا شايف ان الشناوي اوقات بيبقى له غلطات في ال 18. في كمان محمد الخياش بيقول اخبار شيكا وحمودي ايه؟ ده لسه يا محمد. في حسام حماده بيقول ما تنساش يا كابتن في ماتش الاهلي اللي جاي خد معاك 2 كيلو موز وانت رايح. اشمعنى موز؟ عشان يعني الورود وكده. لا هي نوع من انواع قلش الجمهور. هو احنا ما بناكلش حاجه غير الفاكهه بس، هي بقى يعني بس دي احلى فاكهه هناك، هناخدها من عندهم هناك. في فايند مي بيقول بحب اشكر الكابتن ايمن طاهر على مستوى حراسه الزمالك للموسم ده ومن تقدم لتقدم. في علي فيصل بيقول عايزينك تطلب ان الكينج منير يبقى موجود في الحفله بتاعت التكريم. ما يعني انا سامع ان في حفله كويسه بمستوى يليق بنادي الزمالك طبعا. الكينج يشرفنا، وخد بالك ان لعيبه الزمالك وجهازه كلهم بيموتوا فيه. طبعا لا مصر كلها كمان يعني. لا انا بتكلم حاجه شخصيه يعني. طيب اخر حد بيقول عايزين الخلاصه الشناوي قاعد ولا مش؟ ان شاء الله يقعد ان شاء الله. دي للاسف يعني وقتنا عدى بسرعه جدا مع الكابتن ايمن طاهر في اولى سهرات الاحتفال بالدوري، وان شاء الله ما يبقاش يعني اخر حاجه، ان شاء الله يبقى موجود معانا تاني في الكاس والكونفدراليه وسوبر مصر وسوبر افريقي، وان شاء الله السنه الجايه في دوري الابطال ان شاء الله. ان شاء الله. انا اللي سعيد، ويمكن دي اول مره ومبسوط ان انا كنت معاك هنا ده واحمد، وبحب اشكر جمهور الزمالك وبقول لهم الف مبروك، وان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم. انتوا يعني احنا المطالب مننا ان احنا ما فيش حد يأثر في اي شغل، بنأدي شغلنا بكل اخلاص. محدش زاد علينا ان احنا زملكاويه، انا بقى لي 40 سنه في النادي ده، انا بحب اكتر من بيتي. كل اللي بوعدكم بيه ان انا هفضل اشتغل لغايه لما اخلص كل الحاجه اللي عندي، في مقابل ان النادي ده يكون في مكانه الطبيعي وهو الاول على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي. ان شاء الله. انا بشكركم ان شاء الله تتكرر تاني في احتفالات تانيه ان شاء الله باذن الله. متشكر جدا. استنونا بعد شويه مع جيمي وكابتن محمد خليفه النجم الصاعد لنادي الزمالك، وكمان لعيب الجوكر كابتن حماده طلبه.